ايه اكتر حاجه حصل، اي موقف حصل لكم حلو في حياتكم؟ حياتنا كلها بقى مفيش حاجه حلوه. ايه انا زعلان. مش اي موقف؟ لا ولا اخ ولا ام ولا اب ولا اي حاجه خالص؟ ولا اي حاجه، كل حياتنا بقى. كريستين. طيب يا كريستين دلوقتي هسألك سؤال، لو انت قاعده في البيت ولقيتي جوزك متجوز ودخل عليكي بعروسه وقال لك هتعيش معاكي هنا، هتعملي فيه ايه؟ هو مبدئيا احنا مسيحيين فما ينفعش الموضوع ده. ثانيا مش انا اللي اتخانق، يعني مش انا اللي يخش عليا بواحده يقول لي انا متجوزه او دي حبيبتي او دي البيست فريند بتاعتي او لا، مش انا والله. انا هو هسيبه وامشي، هو خسرني في حياتي خلاص. شكرا. اسمك ايه؟ حمص. طيب هسألك سؤال، قولي ايه اكتر موقف محرج حصل لك في حياتك؟ مرة كنت واقفة يعني مستنية صحابي بره محل، وبعدين كان في واحد يعني واقف وانا واقفة مستنياهم، فمرة كان في دبانة عمالة يعني ماشية قدامي، فأنا بعمل كده اهو كده اهو، فافتكرني بشاور له. كذبت قوي بجد، يا لو كان منظري مقرف. تمام يا عمر. اسمك ايه؟ جودي. طب قولي لي ايه لو انت مثلا متجوزه وجوزك دخل عليكي بواحده هتعملي فيه ايه؟ مش لاقيه لها وصف، بس يعني هو مش هيكمل معاها الثانية الجاية. هقتله طبعا. ايوه كمل ليه؟ اكياس بقى وسكاكين بقى والحاجات ديت، وهتقتليه ازاي ولا لا إيه؟ بايديا عشان تعذب اكتر. ايوه حقها بايديها. ايوه احنا مربيين على كده. تمام يا قمر، شكرا. جبل تاني ولا ما تقربي شويه من ايه؟ لو قلنا ايه اسد جمله حسن ولا ايه؟ طبعا. ايوه يا جامد. لا بص يا جماعه، الصلاه على النبي كده عليها. احب اقول لها برضو اللي يسد على الاسد ينزل على الحسد، ينزل على الاسد. بس واخده 10 دي ده انا حافظها. واخده الكلام استغفر الله، واخده 10 من 10 والكلام ده. فالنهارده واخده 10 من 10 وانا كده مش عارف ايه.